انت شاركت في الاستفتاء النهارده؟ شاركت في الاستفتاء. لا بص لي انا. شاركت في الاستفتاء النهارده؟ ما شاركتش في الاستفتاء. طيب يعني ايه الدافع او ايه السبب اللي خلاك ما تشاركش؟ الدفع والارسال اللي البلد بقى لها سنتين دلوقتي وحالها واقف وحال الناس واقفه والناس تعبت. الناس تعبت هتجيب منين؟ انا بكلمك كلام واحد بياع، يقول بياع متجول، بياع جاهل، بياع مش عارف ياكل عيش، مش عارف يمشي ازاي. على ايام مرسي الصراحه بتاعت ربنا كان الواحد بيقف في اي حته، ما حدش بيقول له انت رايح فين ولا جاي منين. دلوقتي في سائل ومسؤول، في حكومه، في لو وقفت في اي حته دلوقتي ممكن تتاخد مني العربيه، ممكن يقول لي بطاقتك، ممكن يقول لي اي حاجه كده يعني. دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ بالنسبه كان احنا بياعين وحشه، لان شعبان بتاع البلديه نزل، لو تاخد بالك منه مقدم شعبان ده بياخدك بالزرع بالعربيه بالبياع بامه وابوها، والبياع بتاع الناس بقى هيجيبوا، احنا ماضيين شكايات عليه، ماضيين شكايات عليه، وبياخد العربيه لا مؤاخذه بيوديها ايه؟ بيودي الحمار الجنينه، واحنا هنجيب فلوس منين؟ تعبنا. راي حضرتك في النظام اللي البلد ماشيه بيه دلوقتي، انت رايك ايه؟ شايف الصح فين؟ والله الصح ولا صحيح؟ دلوقتي البلد واقفه حالها، البلد دلوقتي واقفه حالها، والبلد دلوقتي عايزين، في ناس عايزه تقول نعم وناس عايزه تقول لا عشان البلد تمشي. البلد كده كده حالها واجب، وبعدين ده كفايه الناس اللي بيقولوا علينا بره، كفايه الناس اللي بيقولوا علينا بره. طيب انت ايه رايك في جماعه الاخوان؟ جماعه الاخوان جماعه 100 100، مش شرط اللي انا اخواني ومش شرط اللي انا فلولي، مش شرط اللي انا بفلول، اللي انا بشوف على قد حجمي بس. طب وايه رايك في الفريق عبد الفتاح السيسي؟ الفريق عبد الفتاح السيسي هو عدل وما عدلش، عدل وما عدلش. على الاقل خالص لساعه ما كان الرئيس كان بيخطب كان عمل استفتاء زي ده، بس هو بقى عمل استفتاء بقى بعد ايه؟ بعد ما الدنيا خربت، بعد ما الدنيا خربت، بعد ما موت الناس اللي في رابعه، بعد مش عارف ان دول ايه. كان لو الخطاب بتاع الدكتور محمد مرسي كان عمل استفتاء بدل ما راح يضرب في رابعه ويضرب هنا ويضرب هنا. ولا انتوا شايفين ايه؟